علبة الخرز ديت فيها 295 قطعة. بيبقى فيها شنطة زي كده بنشيلها منها ونمشي بيها. ميزتها في كده يعني احنا ممكن بعد ما نفتح العلبة هنلاقي شنطة ليها ايد بنشيلها. بعد كده بنفتح هنا كده اهو، معلش عشان بصور لوحدي. افتح كده وادي القطع. الميزة بقى القطع كمان مقاسات، يعني مش مقاس واحد، كذا مقاس عشان نقدر نشتغل عليها كذا حاجة. ومعاها كتالوج كبير اهو زي ما انتم شايفين، نعمل كل الاشكال دي. كل الاشكال دي موجودة فيها في علبة البازل الخرز او الدبابيس اللي معانا دي. شايفين بنقدر نعمل كل الاشكال دي اهي زي ما واضحة معانا في الفيديو. كل الاشكال كتيرة جدا ومعانا خرز كتير جدا. وبعد كده الشنطة زي ما انتم شايفين بنركب كده، لو حد يساعدني بس يركبها لي. نقفلها كده وبعد كده بنشيلها كده اهو، بشيلها وامشي بيها. هرمي الكرتونه ورا دي خلاص، وانا هحتفظ بالشنطه دي ان انا قاعد اشتغل عليها. وفي نفس الوقت الميزه التانيه ان انا بتحافظ لي على الخرز بتاعي، مش انا بعد ما افتح الخرز بلاقيه ضاع في كل حته شويه ومش عارف اوصل له. والكتالوج بيساعدني ان انا افكر وابدع واعمل اشكال كتير.